السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من عالم الزبرة فينش. النهاردة إن شاء الله هنتكلم وهنجاوب على سؤال بيحير ناس مبتدئين كتير في تربية الزبرة، وهو أربي تربية فردية ولا تربية جماعية. هنعرف إيه هي مميزات وعيوب كل تربية فيهم عشان نقرر. وما تنسوش قبل ما نبدأ الفيديو إن شاء الله إنكم لو مش مشتركين في القناة تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة من القناة. اول حاجه هنتكلم عنها هي التربيه الفرديه. امتى بربي تربيه فرديه؟ لما ببقى عايز انتج طفره معينه، او انا شغال على طفره معينه وبطور فيها، او بحاول احافظ على حجم طيور معين. لازم اربي تربيه فرديه. وطبعا عندي في التربيه الفرديه مفيش صراعات بين الذكور على مناطق النفوذ وعلى افضل عش. ودي من المشاكل اللي بتقابلني ساعات كتير في التربيه الجماعيه. ولو لا قدر الله ظهر عندي اي مرض لاي طائر، بيبقى سهل جدا السيطرة عليه من الانتشار، عكس التربية الجماعية. بعد ما عرفنا المميزات، طب ايه هي بقى العيوب؟ العيوب عندي وانا شايف ده اكبر عيب، ان بيبقى فيه مجهود كبير جدا 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 على المربي. ان انت لازم تنظف وتأكل وتنظف المساقي وتملاها لكل قفص. بمعنى ان انت لو عندك 20 زوج فانت محتاج تعمل العملية دي 20 مرة كل يوم. تمام؟ فده مجهود كبير جدا عكس التربية الجماعية. طبعا الطيور اللي بتطلع لنا من التربية الفردية بتبقى مناعتها ضعيفة جدا مقارنة بالتربية الجماعية. الطيور اللي بتطلع البنية الجسمانية بتاعتها بتبقى أضعف بكتير من التربية الجماعية. وطبعا دايما أو يعني الجو السائد بيبقى قلة النشاط، ما يبقاش فيه نشاط وحيوية للطيور. والقفص اللي بنحتاجه في التربية الفردية بيبقى مقاسه حوالي 35 في 30 في 30. وده متوفر في كل مكان وممكن نجيبه من أي مكان، وده بيبقى يسع لزوج واحد فقط من الزبرة. تاني حاجة هنتكلم عنها هي التربية الجماعية. التربية الجماعية في الزبرة هي أصل التربية، والزبرة بتحب تعيش جدا في جماعات وتحب تتربى أصلا في تربية جماعية، وده بيوفر لنا أكبر إنتاج وإنتاج غزير جدا ما شاء الله. مميزاتها بقى إن إحنا أول حاجة بنوفر الطيران الحر للطيور، وده بيدي الطير مناعة كويسة، بيعلي مناعته جدا، وبيديله بنية جسمانية قوية، وبيقوي أجنحته طبعا. وطبعا عمره ما يحصل عندك تشحيم أو تلييس الطيور، ده يعني نادر جدا جدا، أو يعني صعب جدا ان هو يحصل. ونادرا لما بيحصل احتباس بيض للإناث، المشكلة اللي بنقابلها كتير في الأقفاص. طبعا سرعة التوالي في الطيور بتبقى كبيرة جدا وسريعة، لان كل طير بيختار هو وليفه، ما تبقاش انت جابره على حاجة معينة، فبيبقى فيه توالف بسرعة وبيبدأوا ينتجوا عندك اسرع شوية. بيوفر عليك وقت ومجهود زي ما قلنا في نظافة وتأكيل في السلاكة، لان انت بتنظف مرة واحدة وبتأكل مرة واحدة وبتنظف وتملى المسقى مرة واحدة، فده سهل عليك جدا ويوفر عليك وقت. مناعة الطيور زي ما قلنا بتبقى ممتازة، يعني هتلاحظ ده جدا في الأمراض اللي بتظهر لك، أو الحمد لله من قلة الأمراض اللي بتظهر لك. ساعات كتير الطيور بتأكل الزغاليل اللي في الأرضية، يعني دي برضه من المميزات، إن أنت لو عندك زغاليل لسه طالعة عندك من العش، ممكن أي طائر أو أي زوج ينزل يأكل الزغاليل دي. الطيور بتبقى حاسة إن هي في بيئتها، يعني البيئة بتبقى قريبة شوية من البيئة بتاعتها. بعد ما اتكلمنا عن مميزات التربية الجماعية هنتكلم عن عيوبها. اهم عيب فيها ان انت ما بتقدرش تسيطر على الالوان اللي طالعه عندك والطفرات، وبيطلع عندك اغلبيه الانتاج اللي هو النورمال جراي، اللي هو الرمادي العادي، اللي هو اصل الزبرة في الطبيعة. في بعض الاحيان بيحصل عندك مشاجرات بين الذكور على مناطق النفوذ وعلى العشوش. في بعض الاوقات لما بيقع فروخ من العشوش في طيور تانية بتيجي تضربهم. واكبر عيب عندنا هنا في التربيه الجماعيه ان هو لا قدر الله لو حصل اي عدوى او اي طائر مريض، المرض بينتشر بسرعه جدا، وما بتقدرش تعمل عليه كنترول، او ما تقدرش تسيطر عليه، خصوصا لو انت مش بتراقب الطيور كل يوم وبتتابعها وبتشوف لو اي طائر فيه مشكله او انت شايفه مش طبيعي، تبدا تعزله عن بقيه الطيور وتبدا تديله العلاج اللي هو محتاجه. في التربيه الجماعيه احنا محتاجين مقاس سلاكه حوالي متر في متر في متر. المساحة دي نقدر نربي فيها 4 أزواج من الزبرة بس. ياريت ما نزودش أكتر من 4 أزواج، ولو نقدر نزود في المساحة ياريت، ده اللي بيبقى أفضل للزبرة وبيبقى أفضل عندي في الإنتاج. وبعد ما عرفنا إيه هي مميزات وعيوب كل من التربية الفردية والتربية الجماعية، دلوقتي جه الوقت إن أنت تقرر هتربي إيه حسب الظروف، حسب المكان عندك، حسب إمكانياتك، تقرر هتربي أنهي تربية فيهم. ولازم تبقى عارف دايما وحاطط في بالك انك تنتج 10 طيور مميزين افضل ما تنتج 1000 طير
عادي جدا وموجود زيهم في السوق. وبكده يبقى وصلنا لنهاية حلقة النهاردة عن التربية الفردية والتربية الجماعية. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، ولو مش مشتركين في القناة زي ما قلنا اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة من قناة عالم الزبرة فينش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.